النهاردة الحلقة الثالثة من سلسلة الأفعال المساعدة، هنشرح فيها إن شاء الله فعل مهم جدا وهو verb to have. بس الأول بص كده على الأمثلة دي. I have a red car. I have got a red car. I have my car painted. I have to buy a new car. فكر كده وقول لي have في كل مثال فعل أساسي ولا فعل مساعد ومعناها إيه؟ خمن واكتب لي في الكومنتس قبل ما أبدأ. هنعرف في درس النهاردة verb to have كفعل أساسي وفعل مساعد، وكمان إزاي بستخدمه في حاجة اسمها causative، هي تركيبة كده زي المبني المجهول، وكمان هنعرف معناه لما بيجي وراه حرف جر معين كده. وفي نهاية الفيديو هنتعرف على فعل بيساويه في المعنى، وفي كتير ناس بتلخبط بينهم. وقبل كل ده هنعرف تصريفاته وإزاي بستخدم النفي والسؤال معاه بسهولة. ركز معايا علشان باختصار هنعرف كل حاجة تخص الفعل have. ونبدأ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. معكم إلهام حامد من إلهام إنجليش أكاديمي. أولا معنى فعل have كفعل أساسي من verb معناه إيه؟ معناه الأساسي يمتلك أو عنده أو لديه. يعني مثلا شوف المثال ده I have a car. أنا عندي عربية. She has two brothers. هي عندها أخين. We have a meeting today. إحنا عندنا اجتماع النهاردة. لاحظ كده have a car, has two brothers, have a meeting، يعني عنده أو لديه. طيب ثانيا have بمعنى يتناول أو يأخذ أو يعمل، يعني مش دايما معناها يمتلك، ساعات بتيجي بمعنى يعمل نشاط أو يأخذ حاجة، يأخذ شيء من حد كده يعني. طب بص كده على المثال ده I have breakfast at 8 o'clock. have breakfast هنا معناها eat breakfast، يعني يتناول الفطار. طب المثال التاني let's have a break، نأخذ بريك أو نأخذ راحة أو استراحة. يبقى هنا have a break معناها take a break معايا. طيب المثال الثالث they had a good time at the party، معناها استمتعوا جدا في الحفلة. have a good time معناها spend a good time، قضوا وقت كويس. لاحظت حاجة في الأمثلة اللي فاتت؟ فكر كده هتلاقي استخدمنا 3 أشكال من الفعل have، مرة كان have ومرة has ومرة had. تعالى كده اما أقول لك ليه. verb to have زيه زي أي فعل له 3 تصريفات، أول وتاني وتالت. طيب بص معايا على الجدول الصغير ده، هنلاقي المضارع منه إيه؟ يا إما has يا إما have، والماضي had، والتصريف التالت الباست participle يعني had برضو. حلو جدا. طب عندنا كم ضمير فاعل؟ عندنا 7 ضماير قسمتهم قبل كده ل3 مجموعات. مجموعة المفرد اللي هي he she it دول هياخدوا has، ومجموعة الجمع اللي هما we you they ومعاهم I اللي هي كنت عاملاها مجموعة لوحدها I we you they كلهم هياخدوا have. أما had اللي هي الماضي هتيجي بعد كل الضمائر. كويس كده؟ طب قول كده ورايا أو وقف الفيديو واعمل سكرين شوت ليهم علشان تحفظهم. يلا بينا. he has she has it has I have we have you have they have. بسيطة مش كده؟ بالمناسبة ابقى راجع فيديو الضماير، هسيب لك لينك الفيديو في صندوق الوصف. يلا بينا ناخد بقى النفي والسؤال. احنا عرفنا الضماير بتيجي معهم ازاي. طيب في النفي والسؤال يا مس احنا هناخد 3 أمثلة من فوق نشتغل عليهم. ناخد أول مثال يقول I have breakfast at 8 o'clock. علشان ننفي نركز على مين؟ هنركز على الفعل اللي هو ايه؟ اللي هو have. هنلاقيه فعل أساس، مفيش فعل تاني معاه، يبقى نشتق منه فعل ايه؟ فعل مساعد يساعدني انه يشيل not. عارف هنجيب منين؟ فكر كده هنجيب ايه؟ هنجيب do كفعل مساعد علشان عندنا الفاعل I. على فكرة احنا خدنا شرح كل ده بالتفصيل في الحلقة اللي فاتت، هسيب لك لينك فيديو verb to do في صندوق الوصف علشان تراجعه. هتبقى الجملة ايه يا مس؟ هتكون I don't have my breakfast at 8 o'clock، يعني أنا ما تناولتش الفطار بتاعي الساعة 8. طيب حلو جدا. المثال التاني she has 2 brothers، يعني عندها أخين. نبص على ايه؟ هنبص برضو على الفعل، هنلاقيه ايه؟ هنلاقيه has، والفاعل she، يبقى هنشتق do ولا does؟ هنشتق does كفعل مساعد، فهتكون الجملة في النفي she doesn't have 2 brothers، هي ما عندهاش أخين. خد بالك من نقطة has، أنا قلت إيه؟ doesn't have. خد بالك has رجعت لمصدر الفعل have بعد ما أخدنا منها does، ما تنساش النقطة دي. تمام؟ المثال التالت they had a good time at the party. عندك الفعل الأساسي هنا إيه؟ had في الماضي. في الحالة دي هنجيب إيه فعل مساعد؟ do ولا did
ولا does؟ فكر كده شوية. أيوة، هنشتق did لأن هي did بتاعت الماضي، ونحط بعدها إيه؟ هنحط had برضو ولا هنحط have؟ هنحط have، هنحط الفعل في المصدر، يبقى الجملة they didn't have a good time at the party. هما ما قضوش وقت كويس في الحفل. أظن كده فهمت جدا النفي مع verb to have زي الفل. يبقى فاضل لنا الاستفهام. بنعمل إيه في السؤال؟ بنجيب الفعل المساعد الأول، وبعد كده الفاعل، وبعدهم الفعل الأساسي، وبعدين تكملة الجملة وعلامة الاستفهام. نشوف المثال ده. علي has many friends. علي عنده أصدقاء كتير. هنعمل إيه؟ نبص برضو على مين؟ على الفعل. هنلاقيه إيه؟ هنلاقيه has. هنشتق منه does، وهيكون السؤال شوف كده does علي have many friends؟ هل علي عنده أصدقاء كتير؟ خلصنا أول جزء اللي هو verb to have كفعل أساسي. يلا بينا نشتغل عليه كفعل إيه؟ كفعل مساعد. طيب have كفعل مساعد بنسميه helping verb or auxiliary verb. طب يعني أصلا يا مس يعني إيه فعل مساعد ده؟ هو فعل بيجي يساعدني لظهور تركيبة معينة أو زمن معين. حلو كده؟ تمام. طيب verb to have ده بالخصوص هيجي يساعدنا عشان يعمل إيه؟ هقولك هيجي يساعدنا عشان يعمل زمنين، واحد اسمه present perfect، واحد اسمه past perfect، يعني مضارع تام وماضي تام. من كلمة بقى present perfect مضارع تام، يبقى احنا هناخد have و has ولا هناخد had؟ هنشتغل على have و has. حلو كده. يبقى التركيبة هتكون ايه؟ have or has plus past participle of the original verb، يعني have أو has زائد التصريف الثالث للفعل الأصلي في الجملة. بكل بساطة ده ال present perfect. طب ناخد مثال على ده. I have finished my homework. أنا خلصت الواجب بتاعي. طب لو أنا حبيت أنفي الجملة دي أعمل إيه؟ أجيب do ولا does ولا الحاجات دي؟ لأ، أنا مش هجيب حاجة، مش هجيب فعل مساعد يساعدني. ليه؟ لأن أنا أصلا already عندي فعل مساعد اللي هو مين؟ اللي هو have. هقول إيه؟ I haven't finished my homework. أنا مخلصتش الواجب بتاعي. حلو كده. الفعل المساعد موجود، مش هجيب حاجة من عندي. طيب المثال التاني. She has lived here for 10 years. هي عايشة هنا بقالها 10 سنين. طيب النفي هحط not فين؟ هحط not بعد has، لأن has طبعا فعل إيه؟ مساعد. خد بالك هو هنا ملوش معنى، هو بيساعدنا بس علشان نعمل مضارع تام. بالمناسبة أنا شرحت زمن المضارع التام قبل كده، هسيب لك اللينك في صندوق الوصف، ابقى ارجع له. طيب ناخد بقى في التركيبة التانية اللي هو past perfect اللي هو الماضي التام. التركيبة دي بتقول had plus the past participle of the original verb، يعني had زائد التصريف الثالث للفعل الايه؟ الفعل الأصلي. طيب ناخد مثال. They had left before I arrived. هما مشيوا قبل ما اوصل. طيب النفي هنا هنعمل ايه؟ بكل بساطة هنحط not بعد had، هتكون الجملة They hadn't left before I arrived. هأكد تاني هنا إن have و has و had مش بمعنى يمتلك خالص، وملهاش معنى في الجملة، لكن أنا بستخدمهم علشان أعمل بهم الزمن. طيب الموضوع بسيط زي ما أنت شايف وسهل. رابعا هناخد حاجة بقى تانية، تركيبة اسمها have got. في ال British English بيستخدموا have got بمعنى يمتلك أو عنده. طب شوف المثال ده. I have got a new phone بتساوي بالظبط I have a new phone. have got تعالى بس كده نشوف هي متكونة من ايه. متكونة من جزئين. have كفعل مساعد، got ده التصريف التالي بتاع verb get يحصل على. حلو كده. لكن معمولة هنا مضارع تام. خلي بالك التركيبة دي بتتحفظ زي ما هي كده كمضارع تام بمعنى يمتلك أو عنده أو لديه. طيب ناخد مثال تاني. She has got blue eyes. هي لديها عيون زرقاء بتساوي بالظبط She has blue eyes. طيب في الأمريكان بقى بيستخدموا have أكتر من have got. عرفنا الفرق ما بين الاتنين؟ هما الاتنين بيساووا بعض بالظبط، لكن واحدة بنستخدمها في البريتش انجلش أكتر واللي هي has got و have got، أما have بس بنستخدمها أكتر في الأمريكان. خامسا have to. خد بالك إن have جه وراها إيه؟ حرف جر to. طيب have to اتغير معناها تماما، مش هيكون معناها يمتلك ولا الحاجات دي، لأ هتعبر هنا عن الضرورة أو الواجب أو الإلزام، بتساوي كلمة must. طيب ناخد مثال عشان نوضحها أكتر. I have to study tonight. أنا لازم أذاكر النهاردة. She has to go now. هي لازم تمشي دلوقتي. تمام؟ يبقى has to و have to هنا معناها يجب أو ضروري أو مضطر أو واجب أو لازم. سادسا ممكن أستخدمها في تركيبة حلوة قوي اسمها الكوزيتيف.
الكوزيتيف اللي هي بمعنى ان تخلي حد يعمل حاجة ليه، هي شبه جدا الباسيف اللي هو المبني للمجهول. طب التركيبة دي عاملة ازاي؟ هنجيب have أو has plus object plus past participle of the original verb. طيب نشوف مثال. I had my hair cut yesterday. I ده الفاعل ومعانا had ده ماضي، my hair ده الأوبجكت أو المفعول به، cut ده التصريف الثالث من الفيرب cut، yesterday اللي هو امبارح، إن أنا قصيت شعري خليت حد يقصهولي. تمام. مثال كمان. She had her car washed. هي غسلت عربيتها، يعني خلت حد يغسل لها العربية. تمام. هنشرح أصلا الكوزيتيف بكل تفاصيله في حلقة منفصلة إن شاء الله قريب. سابعا، في علاقة ما بين have و get في الإنجليش. في الإنجليش أحيانا get بتيجي بديل عن have. get هنا بالمناسبة معناها يحصل على، وساعات بيكون معناها يمتلك. تمام. طيب بتيجي في بعض الأحيان بديل عن have، خاصة في البريتش إنجليش. نقول إيه؟ I have a car. أنا عندي عربية. ممكن أقول طبعا I have got a car. أنا لدي عربية. طيب في الانفورمال بقى، الحاجات الغير رسمية أو الكلام الغير رسمي، أنا ممكن أقول I got a car في الماضي أو I get a car في المضارع. تمام. كمان get بتيجي في نفس فكرة الكوزيتيف كده. إزاي؟ إن أنا مش أنا قلت الكوزيتيف have وبعدين مفعول وبعدين التصريف التالت الفعل الأصلي، ممكن تيجي get زيها بالظبط. زي مثلا مثال I got my hair cut yesterday. أنا خليت حد يقصلي شعري امبارح، شلنا had وحطيت مكانها got، بتساوي بالظبط I had my hair cut yesterday. كده خلصنا شرح وكل حاجة تخص verb to have بكل تفاصيله. هناخد شوية أمثلة واقعية بقى وحياتية كده علشان نأكد على كل معلومة إحنا قلناها. أول مثال I have a headache. أنا عندي صداع. We are having a lunch now. إحنا بنتغدى دلوقتي. She has finished the project. هي خلصت المشروع. I had to call my friend. كان لازم أكلم أصحاب. كده خلصنا شرح كل التفاصيل، وهنا جه دور التحدي. هناخد شوية أسئلة تفاعلية كده، هتكتب إجاباتك في الكومنتس وأنا هشوفها إن شاء الله. أول حاجة صحح الجملة دي She have a dog. رقم 2 حول الجملة دي زمن ال present perfect. I eat breakfast. رقم 3 إزاي تقول بالإنجليش أنا لازم أذاكر النهاردة. رقم 4 أيهما أصح A I got my car washed ولا I have my car wash. تمام. آخر حاجة رقم 5 اكتب جملة باستخدام have got. دلوقتي بقى عندك الصورة الكاملة لفعل have. الحقيقة إنه هو مفتاح مهم جدا في الإنجليش، ولو عايزين الحلقة الجاية عن المودال verbs قولولي في التعليقات. ما تنساش تعمل لايك وشير لو استفدت. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.